اصنع لنفسك يوما جميلا. إياك أن تنتظر جمال يومك من أحد. إذا شعرت أنك بحاجة إلى يد دافئة فأمسك بيدك الأخرى، فلن يهزم شخص يؤمن بنفسه. ستجد نفسك متخليا عن أشياء طالما بكيت من أجلها. قرر. السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد مليون حماس ويعني يوم جديد من أيامي، وإن شاء الله كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية أيضا لكم. رجعت لكم بفيديو جديد. بداية فيديونا شو نقول؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وإن شاء الله عساكم بخير وطيبين يا أهل الطيبين. وأشكركم على كل المتابعة الفيديوهاتي واللايكات، أشكركم كل الشكر أقدمه لكم. هنا أنا بديت لكم يوم جديد، يوم من أيامي. طبعا هنا أنا بديت لكم من مواعين الريوق، وهنا أنا هاي بديت لكم يعني مال الريوق، غسلت المواعين هنا وكملتها ونظفتها، الماء مغسول زين كلش، غسلتها مرة ثانية حتى ما يبقى كل تكلسات بالقاصات، غسلتهن كلش زين. وهسه راح حماتينا، طبعا هاي بنتي موتتني، كل ما اصور تجي هي قبال الكاميرا، موتتني كل ما اخليها تجي قبالها. هنا انا هاي كملت المواعين اني. هسه راح اسوي شنو؟ انظف غرفة الاطفال. اريد انظفها كل زين قبل الدوام، وغيرت لهم الشراشف مالتهم طبعا لان بلش الدوام، فقلت خلي ارتب لهم ترتيب قبل الدوام. هذا شان الفيديو. طبعا هنا بدلت الفرشة مال الشرباية مال بنتي، كملتها تبديل، وهسه بديت بالفرشة مال ابني، هم وخرتها لأن ما اقدر اخلي الكاميرا لأن انا اطلع بيها، فخليتها هيجي واصور لكم. فهو اني اصلا خليت شو اسمه، بدلت الشراشف ايضا مال ابني، وهاي همتين كل ساعة تجيني هاي الفصعونة والغي التصوير، موتتني ولو تجي تصيح. فهنا هاي هم حضرت لهم أقلامهم ومالتهم الألوان، خليت لهم همتين ورد بالغرفة حتى تغير شوية طاقة إيجابية تصير عندهم. وخليت لهم كل واحد إلى قاصة من مصروفه اليومي يضم هو يجمع زين، يغيرون موبايلاتهم، شوف شي يسوون هم بكيفهم. كل واحد خلينا له قاصة يجمع بيها. وهنا هذا الميز مالتهم مال قراية ويا مالت الكرسي. وهنا هاي الشرباية مال بنتي، وبصفها خليت لها زرع ورد. وهنا هذا الكنتور مالتهم مخليها مجرات من هناك بكرمون جواريب، والشغلات هماتين كتب ودفاتر مخلية بيها. وهذا كان يوم بالغرفة يعني ترتيبي لها، بس غيرت لهم الشراشف وغيرت لهم بعض الأشياء البسيطة، وجوز بعد هماتين أسوي بيها تغييرات إن شاء الله على هذا الشهر. إن شاء الله هم يجوز أسوي تغييرات، يعني أريد أغير البردة مالتهم كلش صايرة مو حلوة، ما عجبتني، فريد أغيرها زين. وهنا أنا هاي كملت هساني الغرفة نظفتها. هسه راح اطلع الملابس من الغسالة، كملت وراح احط هماتينا غيرها شو اسمه اللحف مالتنا اللي نتغطى بيها، فدائما اسوي ادامة الهن كلهن. فما دام موجود مي حلو هاي، فقلت خلي اغسلهن. والجو هسه هماتينا حلو، واخلي تاي التوري طبعا ريحته كلش طيبة، تخلي الملابس هيك ريحتها طيبة ونظافة، تحس صدق يعني مغسولة ونظيفة وحلوة، من تنامين بيها وتتغطين بيها تحسون يعني نظافة. وخليت معطرة هماتي أنا وياها، معطر لميس طبعا، معطرة هم كلش طيب، وهاي من تغسل بالبيت الغسالة ريحتها تظل بالبيت تخبل. وهنا أنا رشيت بيهن كلهن حتى بالشطف وبالغسل ينطع قطر، خليتها بهذا المجر مالتها.
وهنا راح أشغلها الغسالة كوقتها طبعا، وأشغلها على مو كلش عالي لأن صار منه، وسويت المي حار وبارد حتى ينجلفن زين، وشغلتها لمدة نص ساعة. هسه هنا أنا غاسلة الصحيات طبعا، ونظفت البيت بس ما شوفتكم اياه طبعا، يعني مسويت لكم هواية روتين اني مال تنظيف بيت وغسل ومسح، فمسويت لكم حيل هواية من عنده. هنا أنا قلت عندي هذا الموكيت مالتي طبعا كل 3 أيام أنا أغسله، مو تيني كل 3 أيام هذا أغسله الموكيت. ليش؟ نقعد ناكل عليه بالصالة، فمن نقعد ناكل أكيد الأطفال يوقعونه هاي، وأنا ما أتحمله أشوف لي يعني أكل وهاي، فلازم غسل زين. هنا أنا راح أغسله وخليت له زاهي، وهسه أغسله بالفرشة ووراها أمسحه بالماسحة وأشره على الحبل. فهنا أنا هم كان يعني الجو الظهر طبعا، فغسلته بالصوندة بالفرشة هاي مال الكنس، غسلته كنيشتين بالزاهي والمي وبالصوندة، وبعدين راح أمسحه بالماسحة وأرجع أشره. طبعا هنا أنا مسوية باجيلا للغدا، فهنا أنا صبيته وخليت عليه الفرقاعة مالته، وهماتين راح أخلي زلاطة عليه. سويت الخيار والطماطة والبصل، وسهمكم ألف عافية، وأكيد اللبن وياه. سهمكم ألف عافية حبايبي. طبعا هنا أنا طلعت للبستان، كان عندنا شغل هماتين أيضا بالبستان، فهذا كان العصر بعد الغدا، وما كملنا غدا استراحينا شوية قيلولة. بعدها طلعت للشغل للبستان لأن كان عندي شغل بيه، فطلعت أسوي بالبستان تمر وهاي. فهنا أنا شوفتكم الأجواء هنا شلون كانت حلوة. طبعا هاي هنا أنا كان أنا عجنت ورحت للبستان، ومن رجعت فقبل خبزت، هم جيت كلش تعبانة، وزوجي قال لي أريد تشوي لي دجاج. طلعت الدجاج هماتينه موعته وسويته، وهذا كله كان المغرب. فهنا لازم أحرق الشواية قبل لا أشوي. فهنا خليت الدجاجة شوية ورجعت وخرتها، هسه راح أبدي أخبز. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة حبايبي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايك حلو من عندكم. خليكم وياي.
هنا هذا كان يومي البسيط ويومي حلو، وكان هذا عشانه همتين البسيط سويت مشاوي وياه بتيتا وبصل وطماطة، وطبعا وياه همتين تمن مشعرية ودجاج شوي وخبز حار وثومية أكيد ويا الدجاج. يسلمكم ألف ألف عافية حبايبي. طبعا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولايك حلو ما أكثر. مع ألف سلامة حبايبي، في أمان الله.